السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، يسعد كل أوقاتكم. كيفكم؟ عساكم كلكم بخير إن شاء الله، بصحة جيدة. حبايب قلبي، حبيت اليوم قبل ما أبدأ بالفيديو أصوركم المكان اللي أنا عملت فيه المحتوى. اليوم أنا رحت عند بنتي حبيبة قلبي أم بدر ولاء، وعندها دارها ما شاء الله زيتون، برتقال، ليمون، قشطة، موز، كل اشي في عندها ما شاء الله من خير الله. فأنا حبيت اليوم أصور لكم المكان اللي أنا بدي أعمل فيه المحتوى. حبيت اليوم بدي أعمل الملفوف على النار في الأرض عندها. حبايب قلبي ما شاء الله تبارك الرحمن، يجعل أيامكم كلها خير وسعادة يا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايب قلبي، مشتاقة لكم كبشات كبشات. ألف تحية من فلسطين لعيونكم جميعا. حبايب قلبي، احنا بنقول الملفوف، وحبايبنا المصريين بيقولوا عنه الكرنب. حبايب قلبي، كل بلد إلها لغتها ما شاء الله. زي ما شايفين شجر الليمون ما شاء الله، أنا ما حبيت ما صورته كله. وعندهم الموز ما شاء الله من غير ما بحطوا مواد كيماوية ولا إشي ما شاء الله، والزيتون. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. خلينا نبدأ وصفتنا بالصلاة على سيدنا محمد، ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايب قلبي، حبيت أقلب لكم تشوفوا طريقة الملفوف في الطنجرة كأنها مقلوبة. شايفينها ما شاء الله كيف نزلت، ما شاء الله تبارك الرحمن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حبايب قلبي، أنا ما بنزل كتير هالأيام وصفات، عندي ظروفي والحمد لله. ربنا يسعد كل أوقاتكم. كل مدة لما أنزل لي وصفة، وهالأيام القناة مش بزيادة، والحمد لله. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. نحمد ونشكر دائما نقول الحمد لله. هاي الملفوف ما شاء الله والكرنب. احنا بنقول على الكرنب اللي هو الزهرة، فلسطين بنقول الكرنب اللي هو الزهرة، واحنا بنقول الملفوف. سموه الملفوف لأنه بلتف، اشتقوها من كلمة ملفوف، من كلمة لف، فقالوا ملفوف. زي ما تشوفوا تكون الحبة ملفوفة لف. شايفين أنا إيش باقيين بس اللي في النص، وبدي أحط الحبة زي ما هي. أنا قبل كده نزلته طريقة الملفوف، نزلتها واللف نزلتها. اللي بده يتفرج كيف اللف على الإيد يروح يتفرج عندي ما شاء الله تبارك الرحمن، وأنا بلف سريع جدا على الإيد. بس أنا اليوم ما لفيت، كانت عندي حبيبتي جارتي حبيبتي الله يبارك في عمرها يا رب، وهي اجت لفت لي. زي ما قلت لكم انا دايما تعبانه ومش قادره. زي ما هي الحبه، حتى ابن بنتي بارك الله فيه، الله يعطيه ويخلص ان شاء الله الدكتوراه على خير، دكتور في للعيون ما شاء الله عليه، بدرس طب. هو اللي سلق لي الملفوف عشان النار، انا ما بقدر صدري بجاني. بس حبيت اليوم في الهواء الطلق نسلق ونطبخه كمان على النار. قلنا نغير. صرنا سلقين الملفوف ما شاء الله. وهي الرز تبلناه. زي ما قلت لكم انا قبل كده فريتكم تتبيلة الرز. اهم شيء في رز الملفوف انك تحطي الثوم والكمون، هو اللي بيعطي النكهة للطبخة. اهم شيء احنا بنحط بصل وبنحط بهاراتنا وبنحط كل اشي، بس توم والكمون شيء اساسي في الملفوف في الرز. وبرضه كمان بنحط توم وملفوف، توم وكمون على الوجه لما يقرب يستوي مع الليمون. شايفين الهوا كيف بطير النار ما شاء الله. يا جارتي حبيبتي هي عندي، كان في الليل معلش الإضاءة مش في الليل، وهي اللي لفت لي الملفوف بارك الله فيها.
يسلموا إيديها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مرات دايما بتلاقي الغريب أحسن من القريب. القريب هو اللي بيجيب لك المشاكل، هو اللي بتغن لك. الغريب ما في بينك وبينه أي شيء، حتى بحزنك بتلاقيه، فرحك بتلاقيه عندك. انت لما بتيجي تفرحي بتلاقيه. القرايب بتلاقيهم يا لطيف، رغم انت بتكوني واقفة معهم وعدالهم وعاملة لهم كل اشي، لكن ما بتلاقيه جنبك. شايفين لفها ما شاء الله؟ شايفين؟ أنا أشد حزني على زوجي توفى ما لقيت لأقرب الناس إلي اللي هم خواتي، أقرب الناس إلي ما إجولي. كنت مقارنة معلش بس قطعوني. النسب أنا منسبة خواتي البنات، خواتي الثلاثة منسباهم، ولما بيزعلوا من واحدة من بناتي على طول بيزعلوا مني من غير أي سبب. صدقوني ما صدمت معهم بكلمة ولا اتقتلت معهم في كلمة ولا أي شيء، وأنا دايما بجع نفسي. في فرحهم أول وحدة بكون، في حزنهم أول وحدة بكون، بس هم خذلوني على الآخر. والحمد لله لقيت القرايب أحسن لي، الغرب أحسن لي. زي ما شايفين هاي الملفوف، وأنا ضفت له كمان الليمون. الغرب بتلاقيهم أحسن، لا بتغنولك، حتى لو عملولك أي شغلة ما بعيروكي ولا إشي. الحمد لله رحت نسبت اخوتي وخواتي، والحمد لله قلت هم ابدا من غيرهم، والحمد لله الله يسامحهم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حبايبي معلش حبيت افضفض لكم شوية، خصوصا الي حبايب كتير من المصريين والمغربيين ما شاء الله عليهم، والله ما شاء الله عليهم حبايب قلبي. منهم إيمي ومنهم أنا والوصفات، ومنهم زبيدة مختارات ما شاء الله مغربية، لكن ما شاء الله عليها تبارك الرحمن. إيمي حبيبة قلبي، والوصفات حبيبة قلبي، كلكم حبايب قلبي ما شاء الله عليكم. ألف تحية لعيونكم جميعا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايب قلبي ضعت لكم في الوصف قناة ابني، بالله عليكم تدعموه، لسه جديد هو، قناته حلوة ألعاب، وإن شاء الله يا ربي اللي بدعمه هيك ربنا يطلع له فرج كربه. حبايب قلبي لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة ودعمونا حبايب قلبي، وأنا إن شاء الله بدعمكم، وادعوا لي إن شاء الله ربنا يفرج كربي ويشفيني شفاء تام. معلش حبايب قلبي يمكن أنا مقصرة الأيام معاكم، بس والله وضعي كتير تعبان، مش قادرة، دايما مريضة، وربنا بيعلم بحالي. الحمد لله انتوا عارفين المشاكل ما بتجيب إلا الزعل والمرض، وما بقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل بس، حسبي الله ونعم الوكيل بس، حسبي الله ونعم الوكيل. الله يرحمك يا زوجي رحمة واسعة تعجب لها ملائكة السماء والأرض. اللهم اجعل قبرك روضة من رياض الجنة، اللهم تجاوز عن سيئاتك وزد لك في حسناتك، اللهم اجمعني فيك في جنات النعيم، اللهم اجعلك في الفردوس الأعلى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شفتوا قرن الموز كيف ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. حبايبي لا تنسوا اللايك، الاشتراك في القناة، ودعمونا، وادعوا لزوجي بالرحمة. والله بعد ما توفى زوجي أنا خلاص حسيت حالي خلصت من هالدنيا. كتير كان حنون وطيب، كتير اتقلبت الدنيا علي بعد وفاته، سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.